السلام عليكم. من اكتر الاسئله اللي كانت بتجيلنا على الكومنتات في اليوتيوب وكمان على صفحتنا على الفيسبوك وانستجرام، اللي هسيب لك اللينك بتاعهم في اول تعليق مثبت وفي الوصف بتاع الفيديو، هو سؤال عن تنظيف الاحجار الكريمه وتنظيف السبح. ازاي اقدر انظف السبحه بتاعتي؟ ازاي اقدر اخليها دايما بحالتها الجديده واحافظ على اللمعه بتاعه الحجر نفسه او الاكسسوار اللي فيها؟ ازاي اقدر احافظ عليها اكتر وقت ممكن؟ بالنسبه للسبحه العطريه، هل ممكن تتنضف زي الاحجار؟ هل ممكن تتنضف زي الفيروز؟ هل زي اللؤلؤ؟ اسئله كتيره جات لنا عن الموضوع ده. هنجاوب على كل الاسئله دي بعد الفاصل. أصدقائي الأعزاء، محبي السبح والأحجار الكريمة، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة تسابيح. أتمنى لو لسه مش عامل لايك واشتراك للصفحة تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، ولو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشير الفيديو لأصدقائك المهتمين بنفس المجال، وتكتب لنا في الكومنتات ايه المواضيع اللي تحب ان احنا نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. النهاردة هنتكلم عن تنظيف الأحجار الكريمة. تنظيف الأحجار الكريمة حاجة مهمة جدا ومعظم الناس بتهملها، خصوصا في السبح اللي الاستخدام الكتير بتاعها والدهون اللي في الايد نتيجة العرق ونتيجة المسكة للسبح بتأثر على السبح وبتخلي الموضوع يكون مش ظريف قوي بالنسبة لشكل السبحة وبالنسبة للمعتها وبالنسبة للونها. طبعا تنظيف الأحجار الكريمة يختلف عن تنظيف اللؤلؤ، يختلف عن تنظيف الأخشاب. في طريقة لكل حاجة. كل الحاجات دي هنناقشها النهاردة في الفيديو مع بعض إن شاء الله بعد ما تعمل لايك للفيديو. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هو تنظيف الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة مختلفة زي العيق، زي الكوارتز، زي الجرنت، أنواع كتيرة لكن كلها بتشترك في نفس الحاجة. أول حاجة هنحتاجها إن احنا نجيب صابون زي صابون المواعين العادي جدا. هنحتاج كوباية من المية الدافية، مش سخنة ولا ساقعة، مية دافية. هنحتاج فرشة أسنان. هنحتاج كمان معانا فوطة فايبر أو أي نوع فوطة ممكن إن احنا نستخدمها عشان نقدر نمسح بيها الحجر بتاعنا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب السبحه بتاعتنا، حجر عقيق عادي، ده حجر عقيق احمر، هتلاقيه برضو موجود في صفحتنا على الفيسبوك لو حابب تطلبها، وعلى موقعنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هنضيف الميه الدافيه للصابون وهنقلب الخليط ده كويس عشان خاطر الميه تمتزج بالصابون، وعشان خاطر السائل نفسه يبقى مش تقيل، عشان خاطر ما يفضلش ماسك في الخيط بتاع السبحه. بعد ما بنقلب الخليط كويس بنجيب فرشة الأسنان وبناخد من الخليط بتاعنا ده على فرشة الأسنان ونبدأ ندعك في الحجر كده بشكل في اتجاه واحد، عشان خاطر نقدر ان احنا نوصل لكل الحبات بتاعة الحجر. وفي نفس الوقت الخليط ده بيبقى خفيف مش بيبقى كبير، عشان خاطر برضو ما يفضلش مترسب على الحجر، خصوصا ان احنا يعني مش هننقعها في المية بعد ما نخلص، فالصابون ما يفضلش ماسك في الخيط. تمام. بندعك اكتر من مرة كده بحيث ان احنا نقدر نوصل لكل حبات السبحة. بندعك في اتجاه واحد زي ما قلنا. بنتأكد ان احنا دعكنا كل الحبات بتاعة السبحة. بمجرد ما بنخلص شايفين الرغوة طبعا على الحبات، بنجيب فوطة، الفوطة الفايبر، بنمسح الحبات فيها بشكل كويس جدا. بنتأكد ان احنا كل الحبات اتمسحت كويس جدا. فوطة الفايبر طبعا بتبقى كويسة جدا بالنسبة للحجر لانها بتكون ناعمة وما بتعملش اي غدوش في الحجر، خصوصا ان على حسب درجة الصلابة ممكن الحجر يتخدش لو استخدمنا حاجة مثلا خامة خشنة شوية على الحجر. تمام. بمجرد ما خلصنا هتلاقي ان السبحة رجعت لحالتها الجديدة، لمعتها رجعت زي الاول، كل الدهون اللي عليها اتشالت. برضو من ضمن الاسئلة ازاي ان احنا نقدر ننظف الجزء المعدني في السبحة. طبعا ده بيكون ممكن يكون فضة او في معظم الاحيان بيكون من الانتمونيا او النيكل مطلي فضة. طبعا هو نفس خصائص الفضة، مش بيصدي، لكن ممكن يطوس مثلا من الاستخدام او من الرطوبة. الحل بسيط جدا، احنا بنجيب وايبس او مناديل مبللة. تمام. بناخد منديل مبلل منهم وبنمسك الجزء المعدني بندعكه بالمنديل المبلل، لان ده سؤال جالي كتير برضو، هل الخامة المعدن بتصدي؟ بقول لا، احنا منديل مبلل بنمسح بيه الجزء ده من السبحة، بندعك كويس
اللمعة بتلاقيها رجعت كأن السبحة لسه جديدة، كأنك لسه مستلمها حالا. طبعا تكرار العملية دي كل فترة على حسب استخدامك للسبحة بيكون مهم جدا. لو بتستخدمها كتير هتلاقي الموضوع برضو متكرر، وخصوصا برضو لو عندك حجر تقدر تعمل نفس القصة بالظبط. برضو بفرشة السنان بتقدر ان انت تدعك الفص بتاع الحجر وبيرجع زي الاول بالظبط. هل كل الخامات بيتم تنظيفها بنفس الشكل؟ لا. اللؤلؤ مثلا احنا مش بنغسله بصابون، ومش بننقعه في ميه، مش مستحب ان احنا نعمل كده. ففوطه مبلوله مكان البلل بتاع السبحه الاولانيه ممكن نمسح بيها، يعني فوطه مبلوله بلل خفيف جدا نقدر نمسح بيها السبحه اللؤلؤ. هترجع برضو لمعتها وشكلها الجميل هيرجع مرة تانية. وخصوصا اللولي مع الاستخدام في التسبيح ممكن يصفر شوية، لكن لو احنا بننضفه اول باول بيفضل محافظ على لونه الابيض الناصع وبيحافظ على لمعته. برضو جزء المعدن نفس الفكرة، بنجيب وايبس بنقدر ان احنا نمسح الجزء المعدني مسحة كويسة كده. بيطوس مش بيصدي، بيطوس بمعنى ان هو ممكن يصفر شوية او يبقى عليه طبقة كده سودا. بنمسحها بترجع زي الاول، لان هو خصائص بتاعته زي خصائص الفضة بالظبط، مش بيصدي. لما نمسحه كده ولو جينا بصينا على المنديل هنلاقي المنديل فيه سواد او فيه يعني لون غامق شوية. هي دي التطويسة اللي بقول لحضرتك عليها. بمجرد ما بتمسح بتطلع معاك في الوايبس والجزء المعدن بيرجع زي ما هو بالظبط، وبترجع السبحة كأنها جديدة تماما. بالنسبة للأخشاب، هل احنا الأخشاب نقدر نغسلها بالمية؟ لا، وخصوصا الأخشاب العطرية زي السبحة دي سبحة من خشب الصندل، ودي سبحة من خشب العود، وفي برضو سبحة من خشب القرفة. الحاجات دي طبعا مش هنقدر نغسلها بمية وصابون لأن دي أخشاب ليها طريقة مختلفة. برضو ممكن نمسح الأخشاب بالفوطة الفايبر أو بمناديل، برضو بتكون مبللة بلل خفيف جدا، وبتكون مبلولة مية فقط، مش محتاج ان احنا نبلها بلل بالصابون او حاجة زي كده. الحاجة بترجع زي الاول. فيروز برضو مش من الخامات اللي احنا يفضل ان احنا نحطها في ميه بصابون، لا، خلينا في الفوطة فقط. ده مش بيستخدم مع الفيروز خالص. تمام. بمجرد ما بنخلص العملية بتاعتنا ان احنا نمسحها سواء بفوطة مبلولة او بوايبس، السبحة بترجع جميلة جدا. انت نفسك هتحس ان انت بتجدد علاقتك تاني بالسبحة بمجرد ما بتغسلها او بتنضفها. حافظ على الموضوع ده كل فترة ان انت تنضف السبحة بتاعتك. الموضوع هيختلف تماما بالنسبة لك وبالنسبة لعلاقتك بالسبحة. في بعض الناس بتنصح بتنظيف الأحجار أو السبح ببعض المواد الكيميائية، وده طبعا خطأ شائع جدا، ومش مستحب إن احنا نعمل الكلام ده في السبح لأنه بيأثر سلبيا على الحجر بتاعها أو على الإكسسوار بتاعها. في ناس بتقولك إن أنت ممكن تستخدم الأمونيا أو المواد المبيضة أو الخل لتنظيف الأحجار. ده طبعا حاجة مش صح تماما وبتأثر على الحجر. بالنسبة لطريقة تنشيف الحجر بقى أو السبحة بعد ما بننضفها، ممكن إن احنا نسيبها على فوطة فايبر او فوطه من اي نوع، بتسيبها في الهواء، لكن دي الموضوع بياخد وقت طويل جدا. وفي ناس بتقولك ان انت ممكن مثلا تستخدم السشوار او حاجه زي كده. طبعا ده غلط جدا، ده مش صح، لان ده برضو بيأثر على الحجر، بيأثر على الخيط، وبيأثر على الاكسسوار. انت بتسيبها فتره، او ان انت ممكن تستخدم مناديل عاديه جدا، مناديل الورق العاديه جدا، وان انت تمسح بيها السبحه بعد ما بتخلص عملية التنظيف بتاعتها، وبترجع زي الأول وأحسن كمان بعد العملية دي. طبعا ده بشكل ملخص جدا طريقة تنظيف السبح. أتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك ياريت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وشير الفيديو مع أصدقائك، واكتب لنا في الكومنتات تحب تشوف ايه الفترة الجاية، وأشوفك على خير.